السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين الإخوان والأخوات؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. شكرا لكم على التعليقات الجميلة واللايكات ديالكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. المهم صراحة جيت نهضر على واحد الموضوع هو كان واحد واحد الوقيته كان قال الوزير العدل أنه غيديروا واحد السيستيم أولا واحد القانون اللي غيولي فيه الإنسان يعطي الفلوس ويخرج من الحبس. يعني بحال غيدير ليه داك البراسلي ديال السجن، انه خارج على برا ولكن راه كيتسمى بحال مسجون. وللاسف هاد الشيء ما كنظنش غيليق لينا، ما كنظنش غيليق لينا كمجتمع مغربي، ما نظنش. انا فاش قالها قلت ما غيليقش، يعني مع كل احتراماتي ليه، ولكن ما غيليقش. لان علاش؟ لان عندنا ناس فيهم واحد الجبروت. علاش غتقول لي هكا؟ لان خرجت وحده باللايف اللي هي السريعه، خرجت بلايف كتقول لهم ان لوسي غيخرج وغيخرج بهذاك القانون. يعني هي قالت غيخرج بديل السجن، هي كتهضر على هذا القانون بديل السجن. وشوف همها هي على البنت آية اللي مغتصبة مسكينة، كيفاش كيشرشموها وكيفاش كيعيروها ولحد الان باقين عليها. هذيك راها بنت قاصر، كتقول لك لا بالنسبه لها عندها القاصر الا ل 11 عام ولتحت، اما ما فوق راها غير قاصر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكلام طايح كتقول هذيك البنت، ما راعات المشاعر ديالها، ما راعات حتى شي حاجه. سبحان الله. لبنى ردي بالك، ردي بالك عندك بنت، ردي بالك عندك بنت لبنى، ردي بالك، ردي بالك عندك بنت. كنعاود نأكدها لك 100 مرة. فاش الإنسان كيهضر وكيطعن في شي حد تيقوا بيا، ربي كيحنت وربي كيقول إن بطش ربك لشديد. ردي البال لبنى. أي واحد كيقول شي حاجة في خوه وكيقول ليه شي حاجة خيبة إلا وكتوقع عليه، الا كيتبع عورات شي مسلمه ولا شي حد كيتبع الله العورات ديالو كيفضحها. ردي البال لبنى، ردي البال، كنأكد لك تردي البال. كتهضري على التربيه، الا كانت فعلا التربيه فعلا انت مربيه، كنتي تقولي البنات فاش يكونوا يضربوا فمهم تقول لهم لا حشومه كتبقى الام ديالكم. هذه هي اللي كنعرفها فعلا مربيه. كتقولي لا هذوك امكم حشومه، حشومه تسخطوا مع امكم، حشومه تقولوا لامكم هكاك، حشومه حتى لغلطت امكم الله يهديها ربما لغلطت. اما الحاجه الوحيده انا اللي كنشوف فيها سعاد غلطت ان هي فاش خرجت المشكل ديالها للعلن، المشكل البنت ديالها للعلن، ورغم انها راه ضربت فيها حتى عيات حتى عيات حتى عيات حتى سعاد فاضت. يعني هذه هي التربيه اللي كنهضروا عليها بصح، هذه هي التربيه الحقيقيه. اما باش تقولي وتضربي في البنت، البنت باقا صغيره اللي غتسمع مسكينه ديك الهضره، عيب والله تا عيب، عيب. وكتقولي فيها شي حوايج، راه واحد القضيه راه كانك كتعايري البنت العاقه اللي راها حداك. ما عرفتش واش ربما ميساجات والسي دايزين ليها الله اعلم، مي راه كيفاش كتضرب فيها راه نفس الديكور اللي واقع الايه واقع اليسرى، نفس اللي كتعطي لهاديك راه بحال كتعطي للاخرى اللي حداك، نفس سبحان الله العلي العظيم. عجيب هذا الامر سبحان الله. وما تنسوش يسرى كانت ضربت في ايه ما خلات فيها اللي تنسى، وربي ما عطلهاش وجاب ليها لا ميم شوز. ردوا البال الناس فاش كتضربوا في شي حاجه، ردوا البال، ردوا البال. انا باش خرجت بهاد الهضره انا ما عندي غرض لا في حتى شي حد، انا ما عندي غرض حتى في شي حد. انا حتى خواتي تيقولوا لي ما تهضريش كاع على هذا الموضوع. انا فايته هضرت لاني هضرت على السخط. انا ما بغيتش ان يوصلوا لديك المرحله ديال السخط، لان سخط الوالدين خيب. عرفتي سخط الوالدين بحال كتجي تهز الرجل من الغيس وكتغرق لك الاخرى، يعني صعيب 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 بطريقه خايبه بزاف. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا كنتمنى هذا القانون ما يطبقش، لان كاين ناس فيهم الجبروت. كاين ناس كتقول لها غادي يخرج وشوفي انت شنو غديري، همك انت زعما اللي ضاع مستقبلك وضاع. كنتمنى ربي ما يضيعش مستقبلها ويعوضها كل خير.
يعوضها كل خير. وكنتمنى حيت هاد المشكل إلا وقع، حيت هاد القضية إلا طبقت غيولي مشكل، غيولي أي واحد يقدر يتكرفس على ولادنا وعلى بناتنا. راه كاملين، راه كيف ما كنبغيوش لولادنا اللي يقيسهم، ما كنبغيوش بناتنا اللي يقيسهم، راه لا ميم شوز هادوك الناس حتى هما. كيفاش حنا ما غنبغيوش لولادنا اللي يقيسهم وحنا كنضلوا نضربوا في بنات عباد الله؟ القنوات اللي كتضرب في آية وكتضرب، راه عيب، راه حرام، راه حشومة. راه ما يمكنش نتوما كتبغيو بناتكم ما تبغوش اللي يضرب فيهم، بيان سور ما تبغوش اللي يضرب فيهم، ما غتبغوش اللي يأذيهم، ما غتبغوش اللي يغتصبهم. ايوا علاش كتجيو من شي جهة اللي كاين فيها الاغتصاب وكاين كاين فيها وكتجيو منها؟ علاش كنضرقوا الشمس بالغربال؟ علاش خصنا نجيو من الحق؟ خصنا نجيو من كلمة، الا غنقولوا شي كلمة خصنا نقولوها كلمة الحق. غيروا المنكر ولا سكتوا، غيروا المنكر ولا سكتوا. واخا بكلمه تقدر تغير المنكر، بكلمه تقدر تغيره، ولا سكت، ولا سكتوا. لا كنتو غادي تزيدوا في المنكر وتزيدوا في العقوق وتزيدوا في عادي راه تصبح عطى واحد الفكره اخرى خاطئه، ان السجن للرجال. لا 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 لا, لا. هذه فكره خاطئه. فاش انسان كيتسجن كيولوا عنده سوابق، عنده سوابق. اي حاجه في الخدمه ولا في اي حاجه كيطلبوا ليه هذيك الورقه ديال السوابق. ردوا البال الشباب، هذا ماشي ميساج زوين نهائيا، لانه كيوصل واحد الميساج اللي هو خايب، ميساج بحال زعما اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، اللي بغى يدير. وهذا القانون كنحكر عليه، كنتمنى ما يطبقش، لان غيولي الناس اللي فيهم واحد البطش، والناس اللي فيهم واحد ما عرفت عدم الاخلاق، غيولي يدير اي حاجه ويدخل ويخلصوا عليه العائله ديالو ويخرج بحاله. هذا صراحه كارثه، صراحه كارثه. هذا القانون كيديروه في اوروبا، كاين، ولكن حنا مجتمعنا ما غيليقش ليه، ما غيليقش ليه بهذا المفهوم، لانه غيولي كيخلص. حنا على فكره اوروبا ما كيخلصوش، اوروبا كيديروا لك المينوط في رجلك، واحد الاله، واحد سميتو، كيكون عندهم كيديروا مع واحد لاباري، كيكون عندهم اي حاجه واخا تخرج عند الباب كتعطيهم الخبر فين راك. اي حاجه عندهم متروات محدوده اللي ما تفوتهاش، اللي ما تفوتهمش. اما في المغرب قالوا تخلص، وهذا للاسف فاش غيولي الانسان يخلص غتولي تجيه ساهله، وياما منهم اللي كيكون عندهم الفلوس وغيوليو يخلصوا على الابناء ديالهم ويخرجوهم بحال الشعره من العجين. وهذا الشيء ما بغيناش، بغينا اللي دار عقوبه يتسجن باش يكون عبره للاخرين، وباش يعرف الخطا ديالو، باش يعرف الخطا ديالو ما يعاودش يديرو. راه ما يمكنش هذاك يغتصب ويدير ويخلص ويرجع عاوتاني يغتصب وحده اخرى ويتعاود. راه مشكل، راه غنوليو فيه مشكل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن هذا منكر، أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. هذا هو الفيديو ديال اليوم. أنا في الحقيقة هادشي ما كنتش غنهضر فيه، ولكن فاش سمعت هاد الميساجات، هاد الهضرة ما عجبش لي الحال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.